ان شاء الله النهارده الراوند ريتاتش مختلفة تماما عن اللي فاتت مع الفنانين عبده فهمي ومصطفى ضاحي. محمد حسن من الناس الشاطرة جدا في السكين ريتاتش برضو. لما كنا شرحنا المرة اللي فاتت ايه الفروق ما بين الريتاتش، لو ما اتفرجتش عليها هتلاقيها موجودة عندي على اليوتيوب. وعايز بس انونس على حاجة، انت لما بتحضر اللايف بيبقى فيه يعني انتراكشن اكتر. لو انت بتسأل سؤال فالمحاضر اللي بيتكلم سواء انا او محمد حسن او وات ايفر اللي موجود بنقدر نتفاعل معاك وبنشرح كذا تكنيك. النهارده هنتعلم على 3 بروجكت محمد اشتغل عليهم. هو هيتكلم عليهم اكتر، واحده في مسلسل كلكم عارفينه، وتو برودكت انتوا اكيد طلبتوا برودكت. مش هنحاول نلم كل البرودكت برضو في نفس السيشن دي، هيبقى في كذا حاجه يعني للفود. عبده فهمي هيعملها معانا تاني للسندوتشات فقط من الاخر يعني. فايه خليكم مستعدين يعني. فأول حاجة نرحب بمحمد. ازيك يا محمد؟ انت فين؟ ازيك يا حبيب قلبي؟ عامل ايه؟ ازيك يا نجم الأخبار؟ عامل ايه؟ الصوت مظبوط؟ انا مش عارف الصوت عندك عامل ازاي، بس يعني تمام. انا الدنيا تمام صح؟ انا بس اشوف كومنتات الناس منين او حاجه. مكتوب هنا من شات. الشات. اه دوس صح على كده؟ الشات دي. حلو. يلا بينا يا باشا. طيب أولا انت عرف نفسك بالناس وشير سكرين يلا، عشان ايه يلا الناس بينا. طبعا الناس طبعا. أصدقائنا اللي دايما بتبقى معانا وبتساعدنا، سواء عبد الدايم أو احمد علي او ان الشباب دول. شرف ليا يلا بينا طبعا. نشير. اه يعني يعني الناس دي بتبقى بتشير بس اللايف عشان الديسكورد بيشيل اكتر، بيشيل 300. م. فبحيث ان احنا ايه، محمود حامد برضه يشير، محمد حسين، الناس اللي اصدقائنا تشير اللايف وهي فاهمه بتعمل ايه. الناس بقت فاهمه خلاص. يلا بينا يلا بينا. فندخل عند محمد حسن يا شباب. يلا بينا شير يا باشا سكرين. عارف ازاي ولا ابعت لك لا سكرين لا لا كويس؟ لا، عارف ازاي. يلا بينا. أه... يلا. سموزر فيديو ولا نخليها بيتر؟ خليها بيتر تكست عشان الناس تشوف. انا كده ايوه كده انا بالظبط. كده انا كده كده مسجل الحاجه عندي فول كواليتي، بس ماشي خلينا نشوف، خليها كده بيتر احسن. جو يلا لايف بينا يا كده. باشا. اعمل لايف كده. انتوا كده المفروض ان انتوا شايفين الشاشه عندي. شايف. صح كده؟ اه. اه بالظبط. الدنيا تمام. اه ابتدي بقى اعرف عن نفسك ووريهم شغلك اكتر حلو قوي. وشوف بقى ايه يعني الناس هتتفاعل معاك ما تقلقوش. وعايزكم تشرفوني بقى النهارده يا شباب بجد. الراوند دي مختلفة عن اللي فاتت تمام. فأهم حاجة تبقوا مبسوطين بس. طيب بص، احنا الاول مش هنشرح الصور. احنا اول حاجه هنشرح التكنيكس. ليه هنشرح امم. التكنيكس؟ علشان انا يهمني ان الناس تعرف التكنيك اللي بيستخدم في الصور. احنا الصور كلها ايا كان المجال، فاشن او ويدنج او برودكت او ايا كان المجال، كل المجالات دي بيستخدموا نفس الطرق ولكن بطرق مختلفة. حلو. فالفكرة تمام. ان احنا نركز على الطريقة في الاساس اللي هي العجينة، وبعدين احنا هنشكل العجينة براحتنا. تمام. طيب. تمام. حلو قوي. بيقول لك في صدى صوت. لا آه، هو اقفلوا صوت اللايف يا جماعة. الناس اللي مشيرة انت تمام. انت الصوت ده مش بيجي من عندك، انت خلاص من الناس ماشي. اللي مشيرة. فانت ركز، انت عارف الشرح تمام، والشباب ما تقلقوش هي متسجلة يعني. يلا بينا يا صاحبي. خلاص يلا بينا. اول حاجه انا عايز اتكلم، بس يعني الناس ما تعرفش عن ريتاتش، او في الراوند اللي فاتت عرفوا الريتاتش، عشان برضو نبقى عارفين احنا رايحين لفين، فاهم؟ اتكلم يا باشا براحتك، المايك معاك عشان انا خلاص. مستمع. خلاص زي الفل. يلا بينا. احنا بنتعامل مع فكره الريتاتش ان احنا بنصلح اخطاء الصوره. طب بنصلح اخطاء الصوره يعني ايه؟ احنا المفروض نعرف يعني ايه صوره الاول عشان نعرف نفكر ازاي نصلح الاخطاء بتاعتها. حلو قوي. اول حاجه احنا بس هنفتح نيو فايل كده عادي. الصوره عندنا، اي صوره ديجيتال في الدنيا بتتكون من بيكسلز والار جي بي. ايه هو الار جي بي؟ اللي هو الثري شانلز دول. عندنا الريد والجرين والبلو، او في الاخر كله لما بيتجمع بتبقى الار جي بي، فاللي هي دي الصوره بتاعتنا الناتج. فالصوره عباره عن بيكسلز وار جي بي واضاءه وظل. هنشرح ده اكتر عن طريق الفايلز. هنا عندنا الكيرف هنا كده. طيب. ونفتح برضو هنا كيرف. نشرح الكيرف الاول وبعدين نخش على مفهوم الار جي بي عشان الناس تبقى معانا على الخط. الكيرف ده ايه هو؟ هو عباره عن اداه تعديل للاضاءه وفي نفس الوقت للالوان. بتتكون من ايه؟ بتتكون من 5 بوينتس، بتتكون من 5 نقط. الخمس نقط هم ايه؟ هي البلاك بوينت اللي هي اغمق حاجه خالص، والوايت بوينت اللي هي دي. تمام. والنقط اللي في النص هي الهايلايت اللي ما بين الوايت بوينت والميد تون. الميد تون هنا
والشادو بوينت هنا. يبقى انا كده معايا 5 نقط. كده انا بقى معايا كنترول كامل على الصورة من حيث كل حاجة، بلاك بوينت وشادوهات وميد تون وهايلايت ووايت بوينت. طب ماشي، حلو قوي. احنا دلوقتي فهمنا الكيرف. نيجي بقى عند الار جي بي. التشانل هنا لو دوسنا على الريد هنا بقى ابيض، واي حاجه داخله فيها الاحمر بقى ابيض. يعني ايه ابيض؟ ايه هو اصلا التشانل دي؟ هي عباره عن الفا ماسك. يعني ايه الالفا ماسك؟ الفوتوشوب بيقرا، او اي اداه تلوين، اي حاجه، اي برنامج مونتاج او بريمير او فوتوشوب، ايا كان، اي حاجه ليها علاقه بالديجيتال بتقرا الابيض هو اللي بتعتمده والاسود هي اللي مش بتعتمده. يعني ايه؟ يعني كده مثلا انا دلوقتي عملت لون اسود هنا كده في لاير جديده اهي، وعملت له الماسك ده هو التشانل بتاعي. اللون الاسود اهو مشيت بيه كده، فخلاص الفوتوشوب عرف ان الحاجه دي مش موجوده، فخلاص احنا مش هنعتمدها. تمام. طيب انا بشرح ده كله ليه؟ انا كل ده بشرح معلومات عامه علشان لما نبدا نخش في الشغل كل ده هيترتب يعني انا دلوقتي شرحت المعلومات النظريه، ولما اجي اشرح المعلومات العملي كل حاجه هتترتب في مخك. فهنيجي دلوقتي نعرف الريد والجرين والبلو ده هنستخدمه اصلا في السلكت. هنستخدم لما نيجي نعمل سلكت لشخص هنستخدم تكنيك معين. انا بشرح ده ليه؟ عشان هستخدم تكنيك معين، والتكنيك ده ممكن يكون صعب من غير ما اشرح الحاجات دي. طيب هنيجي نفتح دلوقتي الريد والجرين والبلو تاني والكيرف. دلوقتي لو دوست على الريد هنا ابيض، واي حاجه داخله فيها ريد ابيض. طب لو دوست على الجرين، بص هنا كده، بص الجرين هنا، الجرين هو اللي بقى ابيض. طب ده هيفيدنا في ايه؟ طب الكيرف بقى في ادوات التلوين، ودي ممكن نعملها في راوند تانية ليها علاقه بالكالرنج بس، لان لو انا قعدت من هنا المليون سنه اشرح تلوين بس مش هخلص. فاحنا النهارده الراوند بتاعتنا هتكون ريتاتش. ماشي. برضو عشان نكون في شكل سريع كده، احنا هوريكم كده حاجه كرييت كده. هنيجي هنا ونيجي بالجريدينت كده اللي هو اللون الاسود، ونعمل له كده. حلو. بصوا بقى، هشرح لكم بطريقه لطيفه جدا. نمسح بس اللون الابيض خالص عشان بس تبقوا معايا على الخط. الكيرف، شايفين الكيرف، درجات اللون بتاعت الكيرف اللي تحت دي هي درجات اللون دي، ودرجات اللون بتاعت الكيرف دي برضو هي درجات اللون دي. يعني انا لو خدت ده وخليته كده، فهو الكيرف ده، يعني الخط اللي بالطول ده هو ده. وصلت ولا اشرحها تاني؟ طيب ماشي، حاضر، هتوضح لك اكتر دلوقتي. احنا قلنا في الكيرف عندنا 5 نقط: وايت بوينت وشادو بوينت، دي الهايلايت بوينت بالمناسبه مش الشادو، ودي الميد تون بوينت، ودي الشادو بوينت. نفس النظام هنا باللون الاحمر اهو. هنفتح لاير، دي الوايت بوينت، ودي الهايلايت بوينت، ودي برضو الميد تون بوينت، ودي الشادو بوينت، ودي البلاك بوينت. كده وصلت؟ تمام. طب نشرحها على صورة عشان تبقى احسن. مثلا نمسك صورة داش كده ونشرحها على الصورة بتاعته. طيب يعني ايه الكلام اللي انا بقوله ده على صورة في الحياة متصورة؟ يعني عندنا هنا بلاك بوينت اللي هو ما بين شعره، وبعدين هنطلع شوية للأفتح فده بقى الشادو بوينت، وبعدين بقينا للأفتح فده بقى ميد تون بوينت. يعني كمثال هنفتح لير هنا كده وهنجيب هايلايت، ده الهايلايت بوينت، وده الشادو بوينت، والاغمق خالص ده البلاك بوينت اهو، والميد تون بوينت هو اللي في النص. يعني ايه؟ يعني هنفتح الكيرف بتاعنا بنفس ال5 نقط اللي قلت لكم عليهم اللي هم دول. بصوا كده، دول قائمة الهايلايت الوايت بوينت والهايلايت بوينت، ودول قائمة الشادوهات اللي هي البلاك بوينت والشادو بوينت. بيقابلهم او بيتقابلوا عند نقطة الميد تون. في كلام كتير المفروض يتقال من حيث ارقام، ولكن الارقام هتخلي دماغكم توجعكم بصراحة.
وخلينا نتكلم كده بالعاميه عشان الارقام دي موضوع، والارقام دي هتخليكوا اللايف متسجل وهينزل على اليوتيوب ان شاء الله. الارقام دي هتخليكوا تفكروا، انا عايزكوا تفكروا في مشاكلكوا عشان تحلوها. وبرضو في تريكايه كده من حيث الارقام هقولها لكم هتعجبكم جدا. معظم المصورين ومعظم الاديتورز ما بيعرفوش يظبطوا الوايت بالانس مظبوط، ففي تريكايه فكرت فيها بسبب ان انا عارف الارقام بتاعت الصوره، او عارف الارقام دي عباره عن ايه او بتعبر عن ايه. يعني لو جينا مثلا عند الكيرف كده وفتحنا كيرف، في ارقام تحت بتتكتب انبوت واوتبوت، شايفينها؟ شايف في كده كلمه اسمها انبوت وفي كلمه اسمها اوتبوت، وكل ما بحرك الماوس على الكيرف الارقام دي بتتغير، شايفينها؟ شايفينها ولا لا؟ اه ماشي. بس الرسائل بتوصل متاخر. الارقام دي بقى بتعبر عن حاجه، يعني الارقام دي بتعبر عن حاجه. 128 ده بيعبر عن حاجه، 206 و 255 ده بيعبر عن حاجه، والصفر بيعبر عن حاجه. كل الارقام دي بتعبر عن حاجات. فاحنا اللي لسه داخل اللايف كده كده متسجل، فاحنا لما نعرف الارقام دي هنعرف نفكر. طيب نيجي هنا هطبق فكره الخمس نقط على الصوره بتاعت داش. انا دلوقتي عايز اغمق الشادو شويه، فخلاص انا عارف الشادو بوينت هنا فهنزله لتحت شويه، فالشادو بتاعي غامق اهو. تعالوا كده بيفور اند افتر. طب عايز اعلي الهايلايت، هطلع لفوق بالهايلايت فوق، فالهايلايت بتاعي برضو عالي. ايه اللي حصل هنا؟ الالوان اتاثرت. طب اعمل ايه؟ عندنا مود من ضمن البلندنج مود اسمه ليومينيستي، ده بيأثر على الاضاءه والظل فقط. لو جينا نخليها نورمال الالوان اتغيرت، طب لو ليومينيستي الاضاءه بس هي اللي اتغيرت. حلو. طب لو احنا هنشتغل بقى على الوان مش هنشتغل على اضاءه، هنمسح الكيرف وهنخليه عادي جدا نورمال، وهنيجي مثلا عند الريد. انا دلوقتي على حسب التون اللي انا عايزه. احنا دلوقتي يعني في مثلا في محاضره الالوان ان شاء الله هنتكلم ان احنا ازاي نوصل للتون اللي في دماغنا، هنتكلم ان احنا ازاي نحلل التون، هنتكلم ازاي ان احنا نوصل لريفرنس مبعوت لنا، هنتكلم عن ده كله. وطبعا هنتكلم عن ده كله بالارقام، وهنتكلم عن ده كله إن لما اللون يتحط على لون يدينا ايه. كمثال مثلا الاحمر لما بيتحط على الاصفر بيدينا بني، فهاجي هنا من عند الميد تون. طب ليه من عند الميد تون مش من عند الهايلايت ولا الشادو؟ الميد تون بيمسك المود العام بتاع الصوره كله. فهاجي عند الميد تون واعلي احمر شويه، وفي نفس الوقت هاجي عند الازرق وانزل الازرق لتحت عشان يدينا المود اللي انا عايزه اللي هو البني. طب انا بنزل لتحت الازرق ليه وبطلع الاحمر لفوق ليه؟ علشان انا عندي حاجات ثابته وهي الار جي بي، الريد والجرين والبلو. عكسهم الريد والجرين والبلو هي الالوان الاساسيه، عكسهم التركواز والماجنتا واليلو. فلما انا الاقي صورتي مزرقه، عشان اسحب اللون الازرق ده اروح فين؟ اروح للاصفر. طب لو لقيت صورتي راح ناحيه الاخضر هروح ناحيه الماجنتا، وهكذا. فانا دلوقتي اللون الاحمر لما بيتحط على اللون، يعني انا دلوقتي اهو اللون الاحمر ده، خلينا باللون اسود مثلا، اللون الاحمر ده لما بيتحط على اللون الاصفر بيدينا لون تاني هنا. اللون الاخضر لما بيتحط مثلا على اللون التركواز بيدينا لون هنا، وهكذا. فاحنا لو طلعنا لفوق بيدينا اخضر، لو نزلنا لتحت بيدينا ماجنتا. طب ليه نطلع لفوق؟ اللي فوق خلينا فين في الصوره، فين داش هنا اهو. اللي فوق يعني انا بزود الاحمر، لتحت عكسه على طول، احمر عكسه تركواز. فلما انزل لتحت هيدينا تركواز. تعال نجرب كده اهو، ادانا التركواز بتاعنا مع في لون اخضر. طب انا عايز اوديه بقى للتركواز بالظبط. طب انا دلوقتي هسحب الاخضر لفوق ولا لتحت؟ حلو. وبعدين البلو اللي فوق شويه فادانا تون تاني. طب التون ده بنستخدمه في ايه؟ ممكن نستخدمه في اي حاجه، ممكن نستخدمه ان عايزين مود الصوره كولد، ايا كان. طبعا ده مش تون، يعني احنا بنجرب. وانا بشرح تلوين دلوقتي بشكل سريع، انا لغايه دلوقتي ما دخلتش في التلوين بشكل ادفانسد. كل ده بنشرحه كده عشان تبقوا معايا بس على الخط اللي انا رايح له. احنا الى الان ما شرحناش اي حاجه من اللي المفروض تتشرح. حلو الكلام، جميل. طبعا في الكولرنج احنا هنعمل سيلكت للقميص ونلونه لوحده، ونعمل سيلكت للسكن ونلونها لوحدها، والبنطلون نلونه لوحده، علشان ماشيين على خطه معينه عشان نطلع الصوره في الاخر بشكل معين، فبالتالي وصلنا لهدفنا.
هدفنا ايه عن طريق الكيرف الخمس نقط دي اساسيات محدش يعرف يعديها. الخمس نقط اللي هم مين؟ الهايلايت والشادو والميد تون والوايت بوينت والبلاك بوينت. عندنا 5 نقط. على الجانب التاني دي جانب الاضاءه، جانب الالوان عندنا مين؟ الريد والجرين والبلو، عكسهم اليلو والماجنتا والسيان. طب ده في فوتوشوب بس؟ ده في اي حاجه في العالم، اي حاجه ديجيتال دي حاجه ثابته بالنسبه لها، واي اداه تلوين في العالم مش الكيرف بس فيها الالوان دي. طيب هنيجي عند سيلكتيف كلر مثلا، دي ادوات تلوين اهي. ريد موجوده، يلو موجوده، جرين موجوده، سيان موجوده، وبلو موجوده، كله موجود. طب ايه هم ده؟ خلاص اهم، دي كده الالوان. ايه بقى الوايت والناتشرال والبلاك؟ حد كده يجاوبنا على الثلاث حاجات اللي موجوده في السيلكتيف كلر دول. الصوت ماشي حلو. شادو، هايلايت، ميد تون، جدع. الناتشرال هي تمام ماشي. الناتشرال هي اللي بتمسك مود العام، المود العام اللي هي الميد تون بالنسبه للكيرف. عندنا بقى جوه كل لون سيان وماجنتا ويلو وبلاك. مش محتاج اقول ان السيان عكسه ريد، ومش محتاج اقول ان الماجنتا عكسها اخضر. يعني انا لو رحت ناحيه الماجنتا كده عكسها اخضر، النيجاتيف اهي عندي رقم بالنيجاتيف، فكل ما الرقم ده بالنيجاتيف كل ما هيدينا اخضر. طب لو رحته بالزائد هيدينا الماجنتا بتاعنا. طب اليلو لو رحت بالنيجاتيف هيدينا ازرق. طب لو عليناه الناحيه التانية هيدينا اصفر. فاحنا نقدر نوصل لاي تون في الدنيا باي اداه في الدنيا طول ما احنا فاهمين الار جي بي وفاهمين ال5 نقط بتوع الهايلايت والشادو والميد تون والبلاك بوينت والوايت بوينت. طيب نيجي على التكنيكس بقى. انا كده شرحت بشكل سريع الار جي بي، شرحت بشكل سريع الكيرفز والنقط بتاعتها، شرحت بشكل سريع التلوين. نيجي بقى للريتاتش والورك فلو بتاعت الريتاتش. ودي حاجه كده من يعني انا في تكنيك معين كده بحبه بعشقه بصراحه، وهو الدوج اند بيرن. وده بعبع لناس كتير، ولكن التكنيك ده بيخليني اخد كنترول على الصوره. بصوا، اي حاجه بتديك كنترول على الصوره بتاعتك اعرف ان دي هي الصح، هي دي اللي انت هتطلع اللي في دماغك. ولكن الدوج اند بيرن قادر يخلي صورتك وحشه قوي، وقادر يخلي صورتك جامده جدا عن طريق تنفيذك للتكنيك ده. وباذن الله باذن الله يعني الراوند دي هتطلع عارف الدوج اند بيرن وعارف الفريكوانسي، وعارفهم كويس جدا. طبعا مع الاستمراريه المستوى بيفرق. هنبدا اول حاجه بان احنا نشرح الدوج اند بيرن. حد يا شباب عارف ايه هو الدوج اند بيرن؟ ماشي، انا هشرح الدوج اند بيرن، وبعد ما اشرح الدوج اند بيرن قولوا لي هل اللي انتوا عارفينه هو اللي انا شرحته ولا في حاجه ضفت لكم ولا لا. طيب نبدا كده ونشرح بالراحه خالص ايه هو بص. في يعني دي طريقه من ضمن الطرق، ودي انا ما بحبهاش بالمناسبه. تفتيح الغامق وتغميق تفتيح الفاتح وتغميق الغامق دي انساها، شيلها من دماغك، عشان اللي انا هقوله هو اللي انت هتعتمده بعد كده. ليه؟ مش عشان انا جامد ومفيش مني اتنين، لا، انا علشان دي الطريقه الصح. رسمه الاضاءه بطريقه افضل، دي طريقه من ضمن الدوج اند بيرن، ودي هنستخدمها في الفينش بتاع الصوره، مش هنستخدمها في الفيكس، لان الدوج اند بيرن بيتقسم لحاجتين. اول حاجه ايه هو الدوج اند بيرن؟ هنبدا كده بان احنا نشرح الدوج اند بيرن، بس انا مش عايز اشرح الصراحه في الجري على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا شباب، الدوج اند بيرن هو عباره عن ان هو بيعدل على الاضاءه والظل. طب الاضاءه والظل دي بتفكركم بايه؟ بصوا عشان برضو ايه تفوقوا معايا، انا لازم اعمل لكم ريفريش كده كل شويه. الراوند بتتسجل. الاضاءه والظل دي بتفكركم بايه؟ هايلايت وشادو وميد تون. الله ينور عليكم. ماشي، يعني احنا لما بنعدل هي حاجات بيزك خالص. هنعدل على الصوره يعني شادو وهايلايت وميد تون وبلاك بوينت ووايت بوينت. هنعدل بقى الوان وكده يعني ار جي بي وريد وجرين وبلو. بعد ما تخلصوا الراوند دي ابحثوا عن المصطلحات اللي انا بقولها، حقيقي هتستفادوا. طيب، وراوند التلوين بالمناسبه هتنقلكم نقله حلوه. ماشي. ايه الدوج اند بيرن؟ عباره عن كيرف بنطلعه لفوق من عند الميد تون. طب ليه بطلعه لفوق من عند الميد تون؟
حد يقول لي كده ليه بطلعه لفوق من عند ال 100 تون قوي؟ عشان يأثر على كل الصوره. الله ينور عليكم. اول حاجه الدوج اند بيرن في كذا طريقه. في طريقه اللي هي بالكيرف، اللي هي بتاعتنا، اللي هي دي. انا هعمل سكرين شوت كده عشان برضو ايه تبقوا عارفين انا بعمل ايه. دي طريقه الكيرف. بنعمل الليرين دول، بنعمل ليرين من الكيرف، واحد دوج وواحد بيرن. ايه هو الدوج؟ اللي بيفتح. وايه هو البيرن؟ اللي بيغمق. دي طريقه. الطريقه التانية ان احنا بناخد ليرين من الصوره نفسها اللي هو كده. دي الطريقه التانية بتاعت الدوج اند بيرن. الدوج اند بيرن ليه طرق كتير جدا، احنا مش هنستخدم منه غير طريقتين، ولكن انا لازم اقول لكم كل الطرق علشان تكونوا عارفين. في طريقتين، الطريقه دي والطريقه دي. الطريقه الاولى احنا قلنا الكيرف هيرفع لفوق وينزل لتحت، فبقى في دوج وبقى في بيرن. الطريقه الثانيه ان احنا نعمل نورمال، دي هنخليها كولر بيرن ودي هنخليها كولر دوج. فبالتالي بقى معانا لونين، لون بيغمق ولون بيفتح. نفس الطريقه. طبعا في ناس بتحب دي وفي ناس بتحب دي. بنعمل كده ماسك وبنعمل كده ماسك وبنبدا نشتغل على الوش بتاعنا كده. ودي انا ما بحبهاش نهائيا بصراحه. ماشي. وفي طريقه تانية اللي هي المفروض تالتة يعني، عن طريق الفوتوشوب نفسه، اللي هي دوج هنا، دوج تول وبيرن تول. طب احنا بنستخدم ايه؟ بنستخدم والله طريقه الكيرف في الفيكس. وركزوا في حته الفيكس دي كويس جدا، علشان في مواضيع كتيره قوي. احنا بنستخدم طريقتين، طريقه الفيكس اللي هي الكيرفات، والطريقه الرابعه بتاعت الدوج اند بيرن اللي هي الجراي لاير. طب ايه هو الجراي لاير؟ بنعمل الجراي لاير، والجراي لاير ده بنستخدمه في حاجات كتير، واللون الجراي ده مميز. هقول لك يعني ايه فيكس دلوقتي. واللون الجراي ده مميز وهعرفكم بيه حاجات هتفاجئكم. هنعمل اللاير بتاعت الجراي دي ازاي؟ عن طريق كنترول شيفت ان او كوماند شيفت ان للي معاه ماك، وهنكتب هنا دوج اند بيرن. جميل. او كونتورنج. الله ينور عليك. 50% ابيض 50% اسود. وهنعلم على 50% جراي دي وندوس اوك. طب بقى معانا لاير الجراي اهو. اللاير ده احنا بنعمل بيه كونتورنج. يعني ايه كونتورنج؟ يعني اللي انا هوريه لكم دلوقتي حالا. بعد الدوج اند بيرن بتاعت الجراي لاير، انا دلوقتي هعمل الجراي لاير اهو. ثانيه واحده. معانا جراي لاير اهو. طبعا انا عملتها باكشن. ما بيصلحش الجراي لاير، ما بيصلحش. احنا بنستخدمه في ان احنا بنبدا نجسم الحاجه، نخليها 3 دي كده بالظبط. شايفين قبل وبعد؟ ده الفرق. طب دي حاجه مجسمه ابيض اهي، ودي بعد. عينيا حاضر. انا كده كده انا بشرح بس بشكل سريع، بعد كده هنشرح التكنيك ده. انا بدي انترودكشن لل ربنا يخليك يا حبيب قلبي. قولوا معايا الجراي لاير المتسطحه 2 دي انا هشرحها لكم دلوقتي. انا بس بدي انترودكشن سريع كده للدوج اند بيرن. الشباب عارفه انتوا في الاول برضو افتكرتوا ان انا بشرح سريع، بعد كده شرحت التكنيك بالراحه خالص. طيب هنفتح فايل نيو ونفتح بيكسلز كده. هنعمل مربع او دوريه ونفتح لاير جديده ونخلي الدوريه دي بلون الجراي اللي هو 80 80 80 اللي هو الريد. بالمناسبه اهو بصوا كده شباب، شايفين؟ ريد 128، جرين 128، وبلو 128. شايفين الثلاث الوان بتوعنا اللي هو الريد والجرين والبلو متساويين في كل النسب. طب الرقم بتاع 128 ده هتشوفوه فين تاني؟ لو حد عارف كده يقول لي. حلو. انهي نقطه في الكيرف؟ الله ينور عليك. عند ال 100 توم بالظبط اهو. 128 و128 في ال 100 توم بالظبط. طب ده الارقام دي هنستخدمها في ايه؟ هنستخدمها في حاجات كتير قوي، من ضمنها تريكايه هقولها في الوايت بالانس، هنشرحها لما نيجي نشرح الصور. طيب هنقفل كده ونفتح الجراي لاير بتاعنا ونعمل باللون الاسود كده اهو. انا دلوقتي دي حاجه متسطحه. الحاجه المتسطحه دي يعني هتلاقوها
هتشرح وهتطبق على العين بتاعه البني ادم مثلا، على البرودكت بتاعنا، على ايا كان، على اللبس، كل ده برضو هيتشرح في التطبيق. هنيجي على فلو 4%، ونيجي باللون الاسود كده اهو، الدنيا بدأت تظهر معانا. انا كده بعملها 3D، وباللون الابيض من هنا كده اهو. شايفين الحاجه المتسطحه بقت عامله 3D ازاي؟ طب تعالوا اوريها لكم بقت تبقى 3D اكتر. ودي حته جرافيك ديزاين اكتر بصراحه. يعني هعمل شادو كده عشان تبقى تبقى اكنها حرفيا كوره واقفه على الارض اهي، من حاجه متسطحه دايره 2D ل 3D، وبقت كوره بسبب تكنيك الدوج اند بيرن، بس بسبب الكونتورنج بس. طيب هنيجي بقى للفيكس والكلام ده كله، بس بالراحه. والدوج اند بيرن كل ده انتروداكشن. الدوج اند بيرن لما نيجي نطبق بيه هيتشرح اكتر وباستفاضه اكتر. نيجي بقى للتكنيك التاني وحبيب المجالات كلها، طبعا الفريكوانسي سيبريشن. بالمناسبه صح، انت اللي قال انا كنت عارف الدوج اند بيرن. الدوج اند بيرن دلوقتي غالبا الى الان انتوا لغايه دلوقتي المعلومات ما اتزادتش، بس لما نيجي نشتغل بالفعل على الصوره في معلومات كتير قوي هقولها، وفي تريكات هقولها اقسم بالله ما هتلاقوها عند حد. طيب الحاجه التانيه بقى، ودي برضو حرفيا بستخدمها في كل شغلي بلا استثناء، وهي الفريكوانسي سايبريشن. الدوج اند بيرن، الفريكوانسي سايبريشن والورك فلو اللي انا هقوله لكم كله ممكن تشتغل بيه في كل حاجه، ويدنج، فاشون، برودكت، كل حاجه. هوضح اكتر بخصوص ال 128. ماشي، نيجي بقى نشرح التكنيك التاني وهو الفريكوانسي سايبريشن. ايه هو الفريكوانسي سايبريشن؟ الفريكوانسي سايبريشن باختصار هو بيفصل اللون عن التفاصيل. يعني ايه؟ حاضر عينيا، حاضر هوضح كده كده، كل حاجه هتوضح مع الوقت. يعني انا ماشي بطريقه شرح ان انا بعمل لك ريفرش كل شويه، فالحاجه اللي انت ما كنتش فاهمها او مش واضحه لك هتوضح لك بعد كده. الفريكوانسي سايبريشن باختصار هو بيفصل التفاصيل عن اللون. يعني ايه تفاصيل عن اللون؟ دلوقتي انا معايا تي شيرت، التيشيرت ده متكون من ايه؟ متكون من خيط، والخيط ده لونه ايه؟ لونه احمر. انا عايز اعدل على ملمس الخيط نفسه، فهعدل على الملمس بس وبعدين اعدل على اللون بس. نبسط الشرح، انا دلوقتي في حبايه في وشي مضايقاني، ف فضلت العب فيها فراحت، هي راحت اتبقى لونها، فالملمس راح، اللي هي كانت عامله زي الكيرف كده فوق وشي مضايقاني في الصور، فرقعتها راحت خلاص، راحت لحالها، ولكن سابت لي لونها. يعني حاجه رخمه قوي، سايبه لي لونها ومش عارف اعمل ايه في لونها. الحل الفريكوانسي بتاعنا، ان احنا نفصل التفاصيل عن اللون ونعدل على التفاصيل براحتنا، نودي الحبايه وبعدين نرجع للون نعدله. طب ده بيفيد بايه؟ بيفيد في حاجات كتيره جدا. يفيد ان احنا ممكن نكوي هدوم بالنسبه للناس اللي بتشتغل فاشون، يفيد ان احنا ممكن نرسم لايت بيه، لان اللون هو عباره عن اضاءه وظل ولون والكلام ده كله، هي بتاخد ده كله مع بعضها. وبيفيد في حاجات كتيره جدا هتوضح في راوندات كتير جايه، لان طبعا انا لو قعدت كتير جدا اشرح في الاتنين دول بس، دوج اند بيرن والفريكوانسي بس، ممكن اقعد كتير قد كده. على التفاصيل. لا، هي حلوه برضو، هي طبعا ليها ميزه في الحته دي، ولكن في ناس بقى في النسب لما بتيجي تفصل الدنيا بتبوظ منهم، وبتلاقي الدنيا سايحه وبتبقى السكين بتاعتها بلاستيك قوي. ايه الفرق ما بين ال 8 بت وال 16 بت؟ الفرق ما بين ال 8 بت وال 16 بت هو عمق الالوان. دي المايك يا شباب، دي شايله عمق الوان اكتر عن الصوره 16 البت، تمام؟ عدد الالوان بتكون موجوده بالصوره بالظبط كده. طيب نيجي بقى للشرح بقى. انا كده شرحت الدوج اند بيرن سريعا، شرحت الفريكوانسي سريعا، نيجي بقى للشرح. طيب احنا عندنا صوره. اول حاجه لما بنفتح الصوره كده، الواجهه دي هي كاميرا رو، هي واجهه اللايت روم بالظبط. عندنا صوره، اول حاجه بنبص عليها بنبص على الهيستوجرام ده. الهيستوجرام ده متكون من ايه؟ متكون من شادو، وطبعا انتوا عارفين الباقي شادو واكسبوجر. الاكسبوجر ده اللي هو الميد تون يعتبر، والهايلايت والوايت، تمام؟ واخر حاجه البلاك بوينت، اهي هتلاقي كلمه بلاكس هنا. طيب احنا بنبدا نقيس.
الحاجه المظبوطه بالنسبه للتكنيكال بيبقى الكيرف ده بتاع الالوان ده في النص كده، هنا كده في النص. تمام. ببدا اظبط تكنيكال الاول وبعدين اظبط بعيني. طب انا جبت الحاجه في النص، الصوره فتحت قوي معايا، هعمل ايه؟ هبدا بقى بالهايلايت كده اقلل كده. انا بعمل حاجه اسمها color correction غير الكالر جريدنج، وده هنشرحه في راوند التلوين. بعد كده ببدا اظبط كل ده، بظبط الكالر كوريكشن بتاعي وبشوف صورتي هتروح لفين. فانا شايف مثلا المصور الريفرنس مثلا باعتهولي تمام، مش باعتهولي هشتغل بدماغي. هنعتبر ان احنا معناش ريفرنس وهنشتغل بدماغنا. انا شايف ان في طوب، هو مصور على طوب، فعايز ادي كونتراست ما بين الساعه وما بين الباك جراوند. مين البطل بتاعنا في الصوره؟ هي الساعه. فانا عايز اي حد يبص على الصوره عينه تتخطف للساعه، يبقى الهدف بتاعي من الصوره كلها ان انا اخلي الساعه دي تخطف الانظار. طيب اول حاجه بعمل بقى طبعا الكالر كوريكشن، وببدا اظبط الحاجات كلها. بس اول حاجه بس نقفل القايمه دي عشان اشرح لكم القايمات دي كلها بتعمل ايه، وبعدين نبدا نشتغل عليها. اللايت بنعدل اللايت كوريكشن، بنعدل اي حاجه ليها علاقه باللايت، والكالر كذلك. اصفر عكسه ازرق اهو، اخضر عكسه ماجنتا. يعني كل حاجه بتقول لكم انا اهو. عندنا الافكت دي بنعلي التكستشر بتاع البرودكت بتاعنا، والكيرف وده طبعا شرحناه، احمر عكسه سيان، واخضر عكسه ماجنتا، وبلو عكسه اصفر. والكالر ميكسر نفس النظام، احمر ونفس درجات الالوان اللي احنا شرحناها. انا بس بشرح بشكل سريع عشان وقتكم. في الاحمر عندنا هيو، سايتريشن، وليومينس. الهيو ديت درجه اللون، والسايتريشن درجه التشبع بتاعه اللون، والليومينس درجه الاضاءه بتاعه اللون. عندنا الكالر جريدنج ديت ميد تون وشادو هايلايت، بتضيف لون للميد تون او بتضيف لون للشادو او بتضيف لون للهايلايت. عندنا الديتيلز، ودي بتعمل نويز ريدكشن للصوره. يعني انا عندي نويز هنا في الصوره الرو اهي، فهنعلي الليومينس ده شويه فالنويز بتاعنا راح. وعندنا مثلا كولر رامب اللي هي بيبقى فيه كده صور بتحس ان فيه تشتت الوان كتير، فبنعلي الكولر ده معاها، فبالتالي مشاكل الديتيلز بتاعتنا بتتحل. عندنا الاوبتكس دي بتعالج انحرافات العدسه، فلو دوسنا هنا ريموف كروماتيك هنا كده ودوسنا يوز بروفايل كوريكشن، فانحرافات العدسه راحت اهي. حاجه بسيطه جدا هتشوفوها قبل وبعد. ماشي. بعد كده بنيجي اللينس بلور، دي حاجه جديده كاميرا رو ضافتها او ادوبي عموما ضافتها، ان احنا نعمل لينس بلور او نحاكي البلور بتاع العدسه بتاعه الكاميرا، وده ما بنستخدمهوش. يعني الكاليبريشن ده نفس النظام برضو، ليه علاقه بالتلوين. احنا كل اللي هنعمله هنفتح اللايت هنا كده ونبدا نعمل كولر كوريكشن قايمه قايمه. احنا طبعا عملنا اللايت خلاص، فهنيجي عند الكولر. انا شايف صورتي عايزه تروح للفخامه، الفخامه اكتر. ايه الحاجه اللي بتعبر عن الفخامه؟ اللون الاسود. طيب اول حاجه هعملها ايه؟ هعمل ماسك. طبعا انا مش هعمل الصوره بلاك اند وايت، يعني مش فخامه يبقى بلاك اند وايت، هعمل ماسك للباك جراوند. عمل لي الماسك، وهاجي عند البلاك هنا كده اقفله، وهاجي طبعا قفل جامد قوي، ماشي يعني كده مثلا. وهاجي على اللون الازرق كده، لان الازرق برضو بيعبر عن الكولد والفخامه، فبلاك مع ازرق الكلام ده. انا اكيد مش بلاك مع اصفر مثلا، كده هو بيعبر عن حاجه انت مخنوق، حاجه حران. يعني اللون، مشاعر الالوان اهم حاجه تفهموا يعني ايه مشاعر الالوان. يعني الموضوع مش مجرد ان انا بعمل اديت لصوره وبس، انا بعمل اديت بكل حب، بعمل اديت بكل مشاعر، علشان لما اجي اطلع الصوره للنور مشاعري اللي انا عملتها بيها، عملت الاديت بيها، توصل للناس. فانا دلوقتي عايز اوصل الصوره دي للفخامه بتاعتها. هاجي اسحب الساتوريشن شويه، شايف الصوره بدات تنطق معايا. طبعا في شويه حاجات هنا هنبدا نظبطها بالبروش عادي كده. شوفوا كده، ايه رايكم؟ احساس الفخامه وصل لكم لما عملت الحركه دي؟ هاجي كده ازود تكستشر شويه، طبعا في الباك جراوند، انا بزود تكستشر في الباك جراوند، واعلي كلاريتي عشان الموضوع يبقى اكتر.
ممكن نزود جرين شويه. طب انا مثلا عايز ازود لون معين، عايز ادي تركواز عليه، هروح عند الكيرف وانزل لتحت. عايز ادي احمر، اروح عند الكيرف واطلع لفوق. عايز ادي بني، هطلع لفوق مع الاحمر ومع الازرق كده انزل لتحت، فيدينا لون الجديد بتاع دمج اللي ما بين اللونين. طبعا انا مش عايز ده كله، انا بس بديكم مثال. ماشي. عندنا ايه كمان؟ عندنا الساعة نفسها. هاجي كده عند create new mask واعمل select subject، وهقول له والله انا عايز الدايرة دي. عمل لي ماسك على الدايرة دي. هاجي كده وادي لها كونتراست عشان تدي لي فخامة، واجي على اللون الازرق وادي لها ازرق عشان تديني فخامه اكتر. ليه؟ لان اللون الساعه اصلا ازرق، ما انا اكيد مش هعمل ازرق بمزاجي، يعني اكيد مش هعمل كده. لا مش انا اللون البرودكت نفسه هو اللي حاكمني، فهدي فخامه للون الازرق واعلي مثلا التكستشر بتاعها. بعدين خلاص خلصنا الماسك، مش عايز منه حاجه تاني، ارجع هنا اجي بقى عند الكالر. كل ده احنا في الكالر كوريكشن، يعني لغايه دلوقتي الى الان في الكالر كوريكشن بس. نفتح افكت ونعلي تكستشر شويه وكلاريتي شويه كده. الصوره بدات، يعني بصوا كده قبل وبعد. ايه ده؟ موضوع قبل وبعد في فرق. في فرق ايه؟ في فرق إيه؟ احساس. مش هقول لك في فرق كواليتي، لا في فرق احساس. احساس ايه؟ ان انا وصلت لك احساس ان الحاجه دي غاليه. الحاجه دي انت مش هتلبسها، يعني انت لو جبت الساعه دي مش هتلبسها غير في خروجه مهمه جدا. ده كل برودكت بيوصل للحته دي. طب لما طبعا لما بتيجي تاخد البريف من العميل بيقول لك والله احنا الفئه المستهدفه مين، والله احنا الريفرنس بتاعنا مين، والله شوف انت هتعمل ايه وانا قلت لك اللي عندي اهو، ويلا ابدا بقى. انت هتبدا ازاي ومشاعرك دي هتوصلها ازاي؟ عن طريق البريف اللي انت خدته. البريف ده كون لك مشاعر جواك، وطبعا المشاعر دي ما بتتكونش بدون تغذيه بصريه. اهم حاجه في العالم تغذيه بصريه. وهقول سر من ضمن اسراري الشخصيه بالمناسبه، مش من ضمن اسرار شغل. وفي بدايتي اما كنت بذاكر تلوين، كنت كل يوم قبل ما انام اقعد ساعة او ساعتين على بنترست او على مواقع التصوير، على انستجرام ايا كان، افضل اتفرج على صور، اتفرج على صور، واقعد وانا بتفرج. انا ما بتفرجش وخلاص، انا بتفرج وبحلل الصورة. يعني مثلا شفت البرودكت ده، طب مين الشركة دي بتاعتهم؟ ايه الشركة دي بتستهدف؟ مثلا شباب. فالشباب يعني قوة، يعني لون احمر، يعني لون عصري، بامبا، سايبر بانك، الحاجات دي كلها. فابدا اشوف طب والله هم رامين في الشادوهات بامبا، رامين مش عارف في الهايلايت كذا، ده في التلوين. مثلا اتفرجت على صور فاشن، والله ده رامي في السكن بتاعت البنت لون بنفسجي، ورامي في الهايلايت لون مثلا اصفر، فادانا احساس كده اللي هو ايه ده، دي البشره مستفزه. فاقعد اتفرج وانام. اصحى اقعد اطبق من غير ما اشوف اللي انا، من غير ما ارجع للالوان دي، واقعد اطبق وافتكر اللي انا كنت بشوفه بالليل واقعد اطبق. فبالتالي بقى عندي حصيله الوان وحصيله تغذيه بصريه توصل لي مشاعر وتوصل لي اللي انتوا شايفينه ده. احنا قاعدين بنحلل اهو، يعني انا عملت الصوره دي وانا بحلل كلامي معاكم. احنا عايزين نوصل الصوره لحاجه عاليه، لحاجه فخمه. طب الفخم ايه؟ هو بلاك، الالوان البلاك والالوان الهاديه. فبالتالي اهي اكيد انا مش هروح اعمل الوان كده. ثانيه بس ايه، نرجع كده. اكيد مش هروح مثلا اديها ازرق خالص. طبعا انا عشان ظبطت كل ده، هو الدنيا مش هتظبط لان انا عامل ماسكات، فمش هيدي. ممكن نروح عند الكالر جريدنج نضيف لون، هندوس عند الميد تون هنا، اكيد اللون ده مش هيظبط. حرفيا انت بعد ما شفت الصوره او بعد ما انا وصلت لك احساسي، اي لون تاني غير اللون ده مش هيجي معاك، انت هتحس ان الصوره فيها حاجه غلط. هو اللون ده في كونتراست ما بين الباك جراوند والساعه. طب الالوان الهاديه موجوده. اللون الساعه ايه؟ ازرق، موجود. كل حاجه موجوده. خلاص انا خلصت الكالر كوريكشن بتاعي. ادوس اوبن ونخش على مرحله الفوتوشوب. محتاجين اي حاجه في الكالر كوريكشن؟ شباب محتاجين اي حاجه في الكالر كوريكشن نعيدها، نشرحها تاني قبل بس ما ابدا ريتاتش؟ طيب يبقى نبدا بقى ريتاتش. انا عن نفسي مش شايف كومنتات بصراحه، فانا مش عارف انتوا بتكتبوا ولا لا. لا خلاص الكومنتات اهي، والله ماشي. سوري، العيب كان من عندي. تمام. ممكن اسال حاجه بخصوص الاي؟ ماشي. لا كده في الاخر هنسال يعني. تريكات الوايت بالانس اللي قلت عليها هشرحها
في الفاشون، مش هشرحها في البرودكت. نوع الشاشه مش شرط انواع شاشه معينه. ازاي اعمل تون جولد دي في راوند الالوان، مش النهارده. نوع الشاشه بتاعتي هي دل وجوجل. انا بستخدم شاشتين، ولكن الشاشه اهم حاجه تكون اي بي اس واس ار جي بي 100%. تمام. ماشي زي الفل. نبدا بقى في الريتاتش. اول حاجه في البرودكت بالذات التنظيف. التنظيف اهم حاجه في الدنيا. لو انت بنيت صورتك على نظافه كويسه، بعد كده كل حاجه خلاص. حرفيا الصوره دي اهم حاجه فيها، او البرودكت كله، او اي ورك فلو عموما اهم حاجه التنظيف. حته الكالر كوريكشن تاني سريعا عشان النت فصل. كده كده اللايف متسجل وهينزل يوتيوب يبقى اتفرج عليه. طيب، عندنا في التنظيف بننظف بثلاث ادوات: السبوت هيلينج بروش تول، تمام، و الهيلينج بروش تول، والستامب تول. انا بالنسبه لي بحب السبوت هيلينج بروش تول والهيلينج بروش تول، ومؤخرا ريموف تول بسبب الاي اي. الصور كده كده هتترفع في درايف وهتتحط في لينك اليوتيوب. ماشي ماشي. انا ببدا اول حاجه احلل صورتي. شايف انا في مشاكل كتير هنا، وشايف في حاجه هنا كده، يعني شايف مشاكل. طيب، هل ممكن نحل المشاكل دي سريعا بدل بقى ما نفضل ندوس على حاجه حاجه وكده؟ ينفع، بس الاول هعرفكم ازاي نشيلها. اهو سبوت هيلينج بروش تول وسمبل اول لاير. ليه بقى سمبل اول لاير؟ علشان انا فاتح لاير فاضيه ما فيهاش محتوى. طب لو انا مش فاتح لاير فاضيه وفيها محتوى، عادي ممكن نشيل دي ونستخدمها عادي. طب ليه انت بتستخدم لاير فاضيه؟ علشان اخد كنترول شويه غبره، ريموف داست، الله ينور عليك. علشان اخد كنترول اكتر على الصوره، يبقى معايا كنترولر اكتر، فابدا اشيل. طب انا بقى مش لسه هعمل كده. هعمل كنترول جي وفلتر نويز داست سكراتش، تمام، وابدا اعلي كده الارقام لغايه ما الاقي الحاجات اتشالت معايا، وادوس اوكي، واعمل ماسك كنترول اي، وابدا الون باللون الابيض على الصوره. طب ليه بلون باللون الابيض يا شباب؟ وده انا قلتها في اول اللايف. علشان ايه؟ عشان الماسك، عشان الالفا ماسك، صح. هنبدا كده نشيل الحاجه. واهم حاجه في البرودكت التنظيف الكويس. نظفت صورتك كويس يبقى انت صورتك نظيفه، صورتك خلاص كل حاجه بعد كده هتكون سهله بالنسبه لك. اهم حاجه تهتم بالتنظيف. لو هتقعد فيه ساعتين، لو هتقعد فيه اليوم كله، بس اهم حاجه تنظف صورتك كويس. بالظبط كده. حاضر، من عينيا. هو كده كده يا شباب اللايف هينزل يوتيوب، فممكن تراجعوا معلوماتكم من اليوتيوب عشان بس وقت الناس، وكمان في معلومات كتير قوي هتتقال، فلسه. خلينا بس ايه نظبط الاسكان لخبطوني. نظبط الغبار اللي على الساعه كده. طيب، طبعا في كام حاجه هنا كده اهي هنشيلها عن طريق لاير جديده، و بالسبوت هيلينج بروش تول كده. ماشي. في بقى طريقه للهيلينج، ودي آه، دي حاجه يعني تركايه صايعه جدا. هنعمل موسوس، عندي او سي دي، ف الحاجات دي بتفرق معايا بصراحه. ممكن بقى نيجي عند الكالر كده وبالميكس بروش، ونبدا نسيح الالوان والشادوهات على بعض. وده
هنشرح الميكسر بروش والالوان والتكستشر والتريكايه اللي انا عملتها وكل ده في السكن. تمام. انا بس ايه بسيح الوان الساعه كده عشان ابدا ارسم لها لايت من جديد. وتقريبا يعني هي خلاص، انا بس في شادو هنا اهو. الشادو ده طبعا يعني هي كلها لايت، هتيجي الشادو حته الشادو دي وتعلق؟ لا، لازم تبقى كلها مع بعض اهو. دي برضو نفس النظام. ماشي كده. حلو قوي. بعد ما خلصنا تنظيف، انا بالنسبه لي التنظيف بتاع الصوره دي ممكن في صور تانية تكون وحشه وتكون اضاءتها رخمه، بس الصوره دي بالنسبه لي خلصت. ممكن بقى تفاصيل صغيره كده بالسموج تول، حاجه الاداه اسمها سموج تول، بتعمل بتزق اللون. يعني انا لو عملت كده اهي سيحت اللون معايا وبتزقه. فممكن ايه اعمل كده، وانا اعمل لون كده، فبالتالي من بعيد بقت احسن. ده هقوله في السكن. احنا حاليا يعني انا هخلص الصوره دي وهنخش على السكن. السكن فيه حاجات كتيره قوي وهتفيدكم قوي. حلو قوي. عملنا الصوره، نضفنا خلاص، ظبطنا كل حاجه. نبدا بقى نرسم لها لايت. نرسم لها لايت ازاي؟ نعمل بين تول. ليه بين تول؟ بالظبط هنرسم الانعكاس بالجريدينت، بس لازم نعمل بين تول عشان ناخد كنترول. الميكسر بروش ليها استخدام، والسمودج تول ليها استخدام. وده برضو لما نيجي نشرح الميكسر بروش هعرفك الفرق ما بين الاتنين. هنيجي كده بالبين تول. طيب عملنا السلكت بتاعنا اهو. هنعمل بس فيزر. بالظبط هنعمل فيزر واحد، ونفتح لاير جديدة ونرسم جريدينت. جريدينت كده خفيف باللون الابيض كده. شايفين ايه اللي حصل؟ من بعيد كده، ونخلي الجريدينت ناعم كده. ايه كمان؟ هندوس على اللاير دي مرتين. الفيزر F6. هندوس على اللاير دي مرتين. عندنا حاجة اسمها جامد حبيبي. عندنا ماشي تمام. عندنا حاجة اسمها بيفل اند امبوس. نديلها ماسك. شايفين كده بقت احلى بكتير اهي. ونقفل الجروب ده 100% تاني. قبل وبعد، قبل وبعد. كده بقت طبيعية صح؟ ايه رأيكم يا شباب؟ يعني كده بقت طبيعية اكتر وسموز اكتر. عملت ماسك للجريدينت اللي انا رميته اللي هو ده. نشوف كده قبل وبعد. طب عندنا ايه كمان ممكن يتعمل؟ عندنا ان الساعة دي الكتابة اللي موجودة جواها باللون الابيض. شباب يلا بينا نروح لأول تريكاية قلناها في أول اللايف. الت، ونيجي هنا كده نشيل الحاجة دي. أنا تقريبا شلتها كلها يعتبر. بدوس على الت يا شباب. ماشي. بعد ما خلصت الهيلينج، خلصت اللايتنج، خلصت ده كله، هنعمل حاجة كده بتدي فخامة للصورة أكتر، وهي النويز. بندي نويز للصورة عن طريق لير الجراي اللي هو بتاع الدوج بيرن أصلا، بس احنا هنستخدمه هنا عادي. هنعمل كنترول شيفت ان ونكتب هنا نويز وسوفت لايت وجراي. لا، البلند مود بيبقى نورمال عادي.
فلتر نويز اد نويز. ابدا اشوف الساعه بتاعتي. طبعا النويز ده كتير، نبدا نقلل نبدا نقلل نبدا نقلل يعني كويس. ونيجي هنا ونضيف النويز اللي احنا عايزينه في الصورة. فبالتالي هنضيف، انا معايا طبعا سيلكت الحاجة من جوه، فمش محتاج اعمل لها سيلكت تاني. شيفت اف 6 وندي لها فيزر واحد وندوس كده، ادينا لنا النويز ده. هنقلل النويز شوية. انا بتكلم انتوا سامعيني يا شباب صح؟ شباب انتوا سامعيني؟ طب ماشي زي الفل. بعد ما عملنا النويز ممكن بقى نشتغل دوج اند بيرن. هنشتغل دوج اند بيرن ازاي؟ عن طريق كنترول شيفت ان. مش هنشتغل فيكس، هنشتغل الجراي لاير، ونشتغل هنا دوج اند بيرن. كونتورنج بقى نبدا كده بفلو 3% او 4%، ونبدا بقى ايه نعمل كونتورنج. كده كده نعمل كونتورنج للساعه باللايت ده، بس يعني نعمل كونتورنج اكتر. نبدا نغمق الحتت دي كده، ونفتح هنا ونفتح هنا. انا بدوس اكس علشان المايك فصل في لايف حضرتك. لا هو تقريبا العيب من عندكم. علشان بالابيض والاسود بغير بالاكس. بدوس اكس الاسود بيتغير، بدوس اكس الابيض بيتغير. فبالتالي انا بعمل لايتنج بالابيض وشادو بالاسود. نيجي هنا كده بعمل دوج اند بيرن للمكان. تمام. عندي هنا كده شادو ولايت من هنا. ممكن نرمي لايت كمان من هنا. ممكن نعمل دوج اند بيرن هنا كده في الاطراف. ممكن الحتة دي كلها نديها لايت. فبالتالي نشوف كده الدوج اند بيرن اللي احنا عملناه قبل وبعد. شوية تغييرات خفيفة. طبعا الدوج اند بيرن هيبان قوي قوي قوي، علشان السكن غبي يعني. السكن تقيل قوي. بالنسبة لي انا كده خلصت الصورة بتاعتي كبرودكت. مش عارف بنأكد على الشادو لايت ولا ممكن نفتح الشادو ونغمق اللايت؟ ممكن نفتح كيرف ونعمله لومينيستي عشان هو شادو لايت بس مش هنعدل الالوان. وممكن نعمل كده بيفور وافتر. ممكن نقلل بست شويه. اللي هو انت بتقولي بتاكد على الشادو واللايت، ولا ممكن نفتح شادو بس او نغمق اللايت؟ عادي انت براحتك. الفيجن بتاعتك بتيجي من التغذيه البصريه بتاعتك، فبالتالي انت عارف هتودي الصوره دي فين. طيب هل انا وديت الصوره للفيجن اللي احنا كنا بنتكلم عليها، اللي هي الحاجه الفخمه؟ يعني انتوا حاليا حاسين لو شفتوا الصوره دي؟ حلو. يعني انتوا لو شفتوا الصوره دي السوشيال ميديا الدنيا هتبقى لا دي حاجه فخمه، دي حاجه ده برودكت غالي، مش حاجه كده وماشيه وخلاص. جميل قوي. تكنيك الدوج اند بيرن هشرحه في السكان ريتاتش. محتاجين اي حاجه تاني في البرودكت تتشرح بشكل خاص؟ زي الفل. طيب اهو، لو انت هنا كده كده كده، انا دلوقتي ببيض حيطه وجيت البياض خلص مني دلوقتي بالميكسر بروش. بقى ايه وظيفه الميكسر بروش؟ عامله زي الفرشه. انا دلوقتي عندي هنا تقيل وعندي هنا خفيف، فبالميكسر بروش هعمل كده. فبقت كلهم نفس الدرجه. فهمت فكره الميكسر بروش ماشيه ازاي؟ بتدمج لون مع بعض وبتعمل بلند. ويعني هي بالظبط زي الفرشه بتاعت البياض ده بجد. وبتوحد الدرجات. نفس الحاجه اهو. بص بتزق اللون، بتزقه بتزقه لتحت او بتسحبه. شايف؟ وبالمناسبة دي بنشتغل بيها في حاجات كتير، ومن ضمنهم صور المجوهرات. يعني يعني ليها استخداماتها برضو. فهمت الفكرة؟
فهمت الفرق ما بين السمودج تول والميكسر بروش تول؟ تمام ماشي. نيجي عند صورة احمد داش. اول حاجة، مين البطل بتاعنا في الصورة؟ احمد داش. هنيجي طبعا الصورة متصورة ب R5 كانون R5 سي، دي كاميرا سينما اصلا، فبالتالي اصلا الصورة مش محتاجة حاجة، ولكن ادينا بنحاول نعمل فيها حاجة. بنعمل سيلكت للباك جراوند، وبنغمق الباك جراوند شوية، ونديله كونتراست علشان يبقى البطل بتاعنا هو احمد داش. ممكن نغير اصلا مود الصورة كله ونخلي الباك جراوند كده تبقى كومبلمنتري كولر. بنجيب الشكل ده ازاي؟ حاضر، عن طريق الماسك اللي هنا ده. في هنا حاجه اسمها ماسك. طب ممكن لما نخلص اللايف تكلمني وتشرح لي مشكلتك بالتفصيل وهقول لك حلها. حاضر. آه زي ما انتم شايفين كده، احنا ممكن نغير مود الصوره بالكامل لالوان مختلفه، ونقدر نتحكم في مود الصوره بالكامل ان الصوره تدينا احساس مختلف، ولكن احنا هنستخدمها بلونها الاصلي. نبدا نظبط اللايتنج. والله وشادو. وهنظبط كده الدنيا دي. عندنا طبعا نويز هنا هنصلحه بالليومينس والكولر. عندنا مشكلة اللون البنفسجي ده، هندوس على الاوبتيكس هنا وندوس على السامبل فرنج دي وندوس على اللون ده كده، فبالتالي برضو اللون البنفسجي راح. ممكن كمان، انا قاعد بفكر معاكم بصوت عالي، ممكن نعلي كونتراست. هو الكونتور الجامد ده بيبقى في صور الرجاله اكتر ولا حسب استخدام الصوره؟ على حسب الفئه المستهدفه. ممكن نزود دي شويه وجرين شويه. ممكن نقلل هايلايت شويه كمان، هايلايت نقلله، ونزود شادو. انا بالنسبه لي كده كولر كوريكشن زي الفل. عملت كولر كوريكشن ماشي. حاضر، هاخد بس كوبي للحاجات دي عشان ما نعيدهاش تاني. اول حاجه زي ما متعودين ومتفقين ان احنا بنفتح لاير وبنسميه فيكس. وبعدين بنبدا نصلح الوش ومشاكل البشره عن طريق الهيلينج بروش تول والت، وابدا اظبط الدنيا. ماشي. خلصنا الفيكس. ممكن بقى دلوقتي نعمل الفريكوانسي الاول وبعدها دوج اند بيرن، عشان اعرفكم ان مفيش اي فرق. يعني هنعمل احنا الاول في الصوره الاولانيه عملنا الدوج اند بيرن الاول، في الصوره دي هنعمل الفريكوانسي الاول. تمام. وانا هعمله عن طريق الريتاتش اكاديمي بصراحه علشان اختصارا للوقت. عندنا البشره هنا هنعليها شويه، واللايرز جهزت اهي. حلو. نيجي بقى للدوج اند بيرن، وانا برضو هعمل دوج اند بيرن مش مانوال. انا خلاص انتوا شفتوا المانوال بيبقى معمول ازاي، انا هشغل اكشن دلوقتي حالا. فالدوج اند بيرن بتاعي اتعمل بالهيلب لاير بكل حاجه. هبدا على الدوج كده بالكيرف وانزل لتحت واطلع لفوق، ودوج فلو 1%، وابدا اشتغل على وش الراجل بالبقع بتاعته. وكده كده وشه كويس يعني مفيهوش حاجه. البقعه دي كمان هنشتغل جلوبال الاول كده، ونقرب ونشتغل ميكرو.
طيب تمام، نشوف كده، نفصل الهلب كده ونشوف قبل وبعد زي الفل. حبيبي والله، حبيبي 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 حبيبي، لو هشحك كده ما بحبش الا انت. طيب نيجي بقى عند الكونتورنج كده بقى بتاع الادفرتايزنج بقى، ونيجي كده بيفور وافتر كده ونشوف. نبدأ بفلو 3% كده، ونيجي كده ونشوف الشباب، نبدأ نعمل له دوج اند بيرن لشعره. انا بعمل له كونتورنج دلوقتي اهو. تمام تمام تمام، نشوف كده نأكد. حلو قوي. نجمع الكلام من هنا. شوف كده وشه. جميل. نبدأ ننزل لتحت ونشوف، نقلل الفلو شوية. طبعا يا شباب انتوا فاهمين انا بعمل ايه دلوقتي، لان انا بالفعل شارح الكلام ده وشارح الورك فلو بالتفصيل في الصورة اللي قبل كده. انا كمان هنجلط وربنا. طيب تقريبا احنا كده خلصنا، بس في كام حاجة كده بس ايه، هنضيفها على عند احمد داش. بصوا يا شباب، دلوقتي بشرة احمد داش ناعمة، عايزين نخليها تكستشر كده وحادة. المسام بتاعته رايحة للاتجاه ده، رايحة للاتجاه ده. تمام. فهنعمل كنترول شيفت ان و تكستشر و سوفت لايت و 50% جراي، هيعمل لنا الجراي بتاعنا. هنضيف نويز عادي جدا، اد نويز ونخليه 30، وبرضو الرقم ده يعني مش مرتبط بحاجة. وبعدين فلتر وستايلز وامبوس. بعدين نشوف الاتجاه اللي احنا قلنا عليه اللي هو الفوق ده، كده عمل الاتجاه بتاعه، اتجاه نفس الاتجاه بتاع وشه. نبدأ نظبط الاتجاه بتاع وشه كده. حلو. وبعدين ندوس اوكي. بعدين هندوس فلتر وبلور، جاوزن بلور. عملنا تكستشر للسكن زي ما انتم شايفين كده، قبل وبعد، بنفس اتجاهات التكستشر بتاعت احمد داش اللي هي بتاعته بالفعل. ماشي. بنعمل بقى ماسك بالاسود، وبنبدا نشغل بالابيض كده، نشتغل على وشه بالابيض، ونحط التكستشر زي ما احنا عايزين. نحطه هنا مثلا عند خده، ونحط عند الخد الناحيه التانية، عند مناخيره، وشه من فوق، ونقلل الفلو بتاعه شويه، فالتكستشر على البشره بتبقى اتحطت. بعد كده بنبدا بقى نلون وبروسس التلوين والكلام ده.
السكين كولر والكولرنج والكولر كوريكشن والكولر جريدنج وازاي نوصل لتون معين، وكل ده هيتشرح في راوند التلوين. احنا حاليا بنعمل ريتاتش بس فقط لا غير. التلوين وكل التلوين عموما هيتشرح في راوند التلوين، والتلوين بجد بجد ليها مواضيع يعني. طيب بصوا يا شباب، بالراحه كده وبهدوء تام. التكستشر ده عباره عن ايه؟ ملمس بشره فايل. هنيجي عند فلتر، اول حاجه نعمل لاير جراي لاير ونسميها تكستشر، وبعدين نخلي النورمال دي سوفت لايت، وبعد السوفت لايت نخلي فيل ويز سوفت لايت ناتشرال كلر وندوس اوكي. وبعدين نيجي على ما اللي احنا بنعمله ده هاي اند، احنا بنركز في كل التفاصيل وبنعمل دوج اند بيرن وفريكوانسي، ده اسمه هاي اند. وبنيجي على فلتر ونويز اد نويز وبندوس اوكي. بعد كده بنيجي عند فلتر و ستايلز وامبوس، الاتجاه بتاع التكشر ازاي كده، فبنخلي نفس الاتجاه كده بندوس اوكي. بعدين بندوس فلتر وبلور عشان نبلور التكشر شويه عشان يبقى يندمج مع بشره احمد داش او ايا كان البشره يعني واحد او اقل من واحد. وبعدين بنعمل له ماسك بالاسود بنخلص كده التكشر، وبنظبط طبعا المسام بتاعت البشره على حسب ما احنا عايزين تتحط فين. بس كده. آه بس كده احنا خلصنا. ويا رب يا رب اكون في التوكو، ويا رب اكون يعني انتوا تكونوا فهمتوا مني. آه، ولسه في راوندات جايه كتير، واكيد لو في غلطات انا غلطت فيها اكيد هتتعدل في الراوندات الجايه. وانتوا اخواتي والله يعني. شكرا جدا يا محمد، بجد والله انا نفسي يعني مبسوط. وتريكات الوايت بالانس دي انا ما اعرفهاش، كنت لسه بقول لواحد صاحبي، وكام تريكاه كده في حتة الليفلز وازاي تجيب الشعر. بجد انا منبهر يعني. حتى في كذا راوند اتعملت قبل كده ما اتشرحتش بالطريقة اللي انت شرحتها دي. اكيد خلاص الشباب طالبة اهي في الكومنتات ان يبقى في كذا راوند ليك. بجد ربنا يعني. يخليكوا والله. طبعا يا شباب، للتوضيح، احنا لما بنقول تحضروا اللايف عشان في تريكات انتوا لما بتسألوها بنعيدها. فهمتوا بقى قيمة اللايف؟ تاني حاجة، انتوا بتعتمدوا ان الحاجات تبقى مسجلة. طب انتوا سمعتوا بودانكم ان في حاجات ما ينفعش نطلعها تسجيل عشان ما نتحبسش احنا الاتنين. ما بالظبط. يعني هنعمل راوند من جوه السجون يعني. فده ك- ففهمتوا بقى قيمة اللايف. انت لما بتسأل سؤال محمد بيشرحها بطريقة تانية وتالتة ورابعة. يعني لو انتوا ما كنتوش حضرتوا في حاجات ما كانتش هتتشرح. فبجد يعني انا بشكر محمد. انتوا طبعا حبيبي عارفين والله. انستجرام محمد حسن، هو هيشيره، ممكن تشيره على السكرين بتاعتك دلوقتي. حالا. و... وعايز طبعا الدنيا تتكسر بجد النهارده استروهات. ومريم يا هتعمل باشا، فيدباك كويس عشان بحب الفيدباك بتاعها على الفيسبوك انا مستني والفيدباك بتاعها على الانستجرام. ده اللي بيخلينا نكمل، ده اللي بالظبط. بيخلينا احنا عايزين نعمل حاجه ليكوا، بيفرق معانا احنا. فانا بجد مستنيكم. فشكرا يا محمد والله. وطبعا انا عايز اقول لكم حاجه معلومه، وفاروق تقريبا عمل هنت ليها في الشات، ان الكلام اللي انا بقوله ده والله والله بيتقال في كورسات. او محمد اصلا، للتوضيح يا جماعه، محمد اصلا بيدي كورس. ومحمد اصلا مش ريتاتشر بس، محمد في اف اكس او سي جي اي هو ارتست. هو يعني هو تق... هيعمل لنا ان شاء الله راوند سي جي اي في الراوندات اللي لا مش هتتعمل. يعني دي للدرجه دي، مش مفاجآت مش عايزين نحرقها. هو دي اهو ده البيج بتاعتي انستجرام. آه، فخشوا بقى بجد كده، يعني صوروا من عند محمد الكلمه اعمل شير بس عشان تقفل الشير. اقفل الشير، قفلت الشير. مش عارف هو مش ظاهر عندك يعني. ثانيه واحده. ممكن تصوروا بس يا شباب هات الانستجرام عندك على الشاشة اللي انت مشار عليها. حالا. لا تمام انتوا كده شغال. شايفين. فصوروا يا شباب كده الستوري الانستجرام بتاعه، واكتبوا له كلمتين حلوين. احنا النهارده بتاع 150 واحد في اللايف. بجد لو كل واحد كتب كلمة للراجل، الراجل ده والله ادعوا له والله من شرف شكرا. ليا والله. بجد يا جماعة. وانا بشكر محمد لان الحاجات دي بتتعمل بفلوس، هو جه عملها لنا ببلاش. بجد والله ربنا يجعله في ميزان حسناته. كفايه الدعاوي اللي انتوا بتدعوا لنا. وان شاء الله استنى محمد في كذا راوند. ومحمد للمفاجاه، هو ما يعرفش الموضوع ده بس انا حبيت اقول لكم مفاجاه. 3 مفاجآت في الراوندات تتكرر تاني.
تاني مفاجأة في مسابقة هتتعمل في رمضان، هتبقى فيجوال وريتاتش وسي جي اي، ومحمد هيبقى من احد الحكام او من لجنة التحكيم، وهو اللي هيحط لنا البريف باستوكاية، هو اللي يختارها، عشان هيبقى في تابلت ياه. هدايا، هيدخل معانا واكم زي ما كتبت في البوست للناس اللي متابعة. فدي برضو محمد ما كانش عارف انا ما الموضوع ده، كنتش بس ده اعرف الحقيقة قيمته. فعلا. بس دي قيمته، ودي قيمته ان هو يبقى حد كبير ويبقى فعلا من لجنة التحكيم، يبقى مع ناس تقيلة زيه، لان هو راجل تقيل، مش عشان هو حبيبي معانا والله هو تقيل شرف ليا، لوحده. والله والله شرف ليا. بجد يعني. بجد والله. فاهم حاجه، انتوا استفدتوا، وان شاء الله استنوا بقى مع فاروق، واستنوا مع احمد عادل برضو، ده ريتاتشر برودكت كان المفروض يبقى معانا النهارده، بس هو حصل له ظرف، والراجل بيعمل لايفات كتيره برضه، هبقى لكم تفاصيل اللايفات بتاعت الناس اللي بتشتغل على حاجات فيها ستيل كتير وحديد كتير برضه، وتلاجات والكلام ده، الراجل هيبقى معانا. فانا يعني بشكر محمد حسن، وشكرا بجد يا محمد، وخشوا اسالوه في اي حاجه، محمد ما بيأثرش مع حد يعني. شكرا يا حبيبي، انت لو عايز حبيبي تقول والله. لي حاجه لا للناس انا قبل ما انا نقفل، انا فشكرا جدا يا حبيبي. هو كان شرف ليا والله وجودي معاكم النهارده، انتوا اخواتي يعني. فان شاء الله يعني نتقابل في حاجات تانية كتير. يا رب يا حبيبي، وشكرا بجد يا محمد والله. حبيبي حبيبي. شكرا يا شباب، وإن شاء الله نلقاكم على خير بإذن الله.